المشاهدون الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناة الطن الأخير. أحييكم هذا الأسبوع من العاصمة الألمانية برلين. في هذه الحلقة سأتحدث اليوم عن تجربة وكالة أنباء الطن الأخير التي تأسست في شهر يوليو عام 1989 في ألمانيا. هذا التأسيس أن فضل بعض الله يعود لبعض الإعلاميين والكتاب في المنطقة الطن الأخير. بعضهم انتقل إلى رحمة الله، وبعضهم على قيد الحياة يواصل نشاطه وعمله في هذه المكان. منهم أذكر المرحوم الإعلامي السوداني المعروف حسن عبد الوهاب، توفى قبل 7 أعوام، وقبله الدكتور عبد الرحمن أدم الحاج حسين، آخر سفير في جمهورية الصومال قبل سقوط نظام زياد بدر. الدكتور عبد الرحمن توفى قبل 10 سنوات أيضا في ألمانيا. كان لي الشرف أن أشارك في هذا التأسيس مع عدد أيضا من إخوة من الصومال ومن إثيوبيا، وكثير من الذين ساهموا أيضا في دعم هذه الوكالة. مع التأسيس الزميل هاشم المندي وناصر الفيض، كلاهما أحدهما من كردستان العراق والآخر من تونس. آه بعد التأسيس طبعا مرت هذه الوكالة بمراحل كثيرة جدا لتغطية أخبار منطقة القرن الأفريقي. طبعا هي الوكالة متخصصة في هذه المنطقة. غطينا يعني عدة أحداث، منها الانقلاب الذي حدث في 87 وأتت يعني ثورة الإنقاذ، كان يسمى آنذاك، شاركنا في مؤتمرات، وسافرنا إلى عدد كبير في الصومال ومناطق أخرى أيضا. السودان بما أن طبعا كانت مقر المعارضة الإثيوبية واللاجئين بصفة عامة، طبعا حضروا في ستينيات القرن الماضي عندما قامت عندما قام الاستعمار السعودي بإحراق قراهم، فاضطروا للهجرة طبعا وصودرت أراضيهم. فاليوم طبعا أنا يعني أتحدث حول هذا الموضوع. كان من المفترض أن نقيم احتفالية صغيرة بمناسبة ذكرى مرور 36 عاما على تأسيس هذه الوكالة كما كنا نفعل، لكن التطورات الأخيرة في العالم بصفة عامة والحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل حالت دون ذلك. طبعا الحركة أصبحت يعني صعبة جدا. ليس هنا من يقيم في ألمانيا، نحن بعيدين على أرض الحدث، إنما طبعا أثرت على العالم أيضا. الحركة أصبحت يعني محدودة، وأجواء الدول أيضا في العالم كانت مغلقة، منها طبعا حادث آه، قرأناه قبل يومين، طائرة أقلعت من مطار بيرس بأستراليا، وبعد 15 ساعة من الطيران اضطرت للعودة إلى نفس المطار في بيرس، لأن طبعا أجواء الشرق الأوسط كلها كانت مغلقة. فتأثير الحروب سواء كانت في الشرق الأوسط أو في أفغانستان وفي الدول لا يؤثر فقط
المجاميع المتحاربة والدول المتحاربة، إنما يؤثر على أيضا على بقية شعوب العالم. هذا يعني من أردت أن أذكره. فلذلك يعني الآن إن قناة القرن الأفريقي كوكالة كانت تنشط في دول القرن الأفريقي في الخارج، يعني كانت كجسر تواصل بين العالم الخارجي ومنطقة الشرق، القرن الأفريقي. مررنا بتجارب عديدة جدا، لأن المشاركين طبعا ينتمون لهذه الدول المتصارعة فيما بينها. كانت هنالك حروب أهلية سواء في الصومال وفي إثيوبيا أيضا كل هذا الوقت، بما أن إريتريا كانت طبعا دولة مستهدفة ومستعمرة من إثيوبيا. لذلك كانت حرب التحرير ضد الجيش الإثيوبي. لكن مع كل ذلك يعني كنا نتفهم هذه الأحداث ونتعامل معها طبعا بعقلانية وليس بالتعصب. آه، الفكرة الأخيرة طبعا أنا أذكر هذه المقدمة. ألغينا هذا الاجتماع، كان من المفترض يعقد 10 أيام بسبب الأحداث. لكن في نفس الوقت ليس هذا فقط، إنما طبعا في الفترة الأخيرة بدءا من عام 2018 أثناء يعني عملية السلام بين إريتريا وإثيوبيا، بدأت الأمور تتحسن، أو التواصل بين الشعبين الإريتري والإثيوبي بدأ يتحسن. وأيضا آه، الترحيب بالسلام أيضا شمل كل دول القرن الأفريقي. هذا ما لاحظناه طبعا، كل الناس بدأت تتعاون وتتواصل فيما بينها. جرينا عدة حوارات أيضا آه، من داخل إثيوبيا بعد السلام طبعا. إنما بعد في عام 2022 عندما بدأت يعني الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة جبهة تجراي في إقليم تجراي، آه، يعني إريتريا أصبحت الطرف طبعا المشارك في هذه الحرب إلى جانب الجيش الفدرالي بقيادة الدكتور أبي أحمد. طبعا هنالك من كان يشارك معنا في هذه الوكالة بدأ يتحسس طبعا. وأنا يعني باعتباري أنتمي لهذا الوطن كإريتري، طبعا هناك يعني يحسب عليك هذا الشيء. فأخطاء التي ترتكبها الحكومة المؤقتة في إريتريا، وهي حكومة غير منتخبة وغير شرعية، لكن لذلك يتأثر أيضا في سلوكياتها المواطن الإريتري. لذلك بدأت يعني هناك بعد الانسحابات من بعض الذين كانوا يشاركوا معنا، وتحفز الآخرين أيضا من إجراء اللقاءات والتعامل مع وكالة المال القرن الأفريقي، لأن البرامج اللي كنا نقدمها كانت تشمل دول القرن الأفريقي. ولذلك إذا ظهر يعني من كان يعمل في هذه الوكالة وهذه الحقيقة أيضا 90% منهم عمليا يعني كانوا يديروا هذه الوكالة ويجروا لقاءات كلهم إريتريين يعني، ولهم طبعا مواقف متباينة أيضا، بعضهم معارضين للحكومة وبعضهم يعني مناصرين للحكومة. لكن كنا يعني نتعامل مع الآراء المختلفة جدا، لأن هذه الوكالة ليست يعني ملك لأحد، إنما طبعا تعطي الفرصة والمساحة المقدرة للتعبير عن الآراء. في الفترة الأخيرة أيضا عندما قامت الحرب بين الأشقاء في السودان، بين الجيش السوداني والدعم السريع، هنالك أيضا أعداء بارزين كانوا يعملون معنا في هذه الوكالة، إنما طبعا مواقفنا اختلفت. أنا كنت أرى أن هذه الحرب يجب أن تقف، وهي بالأساس يعني إذا قام الدعم السريع وغيره من الحركات المسلحة يعني كانت لهم مطالب. هذول كلهم ينتمون إلى الفئة المهمشة في السودان منذ استقلال السودان في 56. فلذلك يعني هو كان واضح. إنما طبعا بالسلاح لا يمكن حل هذا القضية. دخلت أيضا إريتريا يعني كطرف ثالث أيضا وتحالفت مع الجيش، وهذا أيضا انعكس على أدائنا في قناة الفرد الأفريقي في وكالة الطاقة. لذلك طبعا كل من تحفظ برأيه. ف يعني عندما أعلنا طبعا معارضتنا لهذه الحرب وسمينا الأشياء بأسمائها، عندما يقول الإنسان يعني الدعم السريع يقتل المدنيين، أيضا الجيش كان يقتل ويقصف بالطائرات وبدراميل يعني آه، معبأة بالبنزين، وأحرق وقتل وسجن. فلذلك كنا استنكارنا هذا غير مقبول تماما ببعض الأعداء، لأنهم حددوا موقفهم. بعضهم من وقف أيضا مع الحكومة، وبعض الآخر
مع المعارضة السودانية. فهذا أدى يعني مواقفنا طبعا، موقفنا من الحكومة المؤقتة والحكومة غير المنتخبة يعني هو كان واضح من البداية. فلذلك الحكومة ما تستطيع أن تفعله طبعا تشوه هذه القناة والعاملين فيها وتصفهم بأوصاف يعني غير منطقية، وأوعزت على من كان معنا، يعني الذين كانوا يعملون في الإدارة وكانوا يديرون اللقاءات بلغات مختلفة جدا، يعني مو يسددهم يعني ضغوطات ليتركوا العمل في قناة القرن الأفريقي. ولكن يعني الأمل الأكبر بالنسبة للنظام يعني وحملته كبيرة ضد هذه القناة كان هو ده يؤمل على أساس نحن سنتراجع أو نوقف العمل أو النشاط و- ونقبل بما يمليه علينا من شروط طبعا. يعني فقط الحديث عن انتصارات وعن نجاح الحكومة الإريترية وكل العالم مخطئ، إنما الحكومة لا تخطئ، كل أشياء كتبناها. وطلب مننا أيضا في ذات في نفس الوقت أيضا للاصطفاف مع الذين يماثلون الحكومة لمحاربة نظام أبي أحمد. هذا النظام الذي وقعت معه هذه الحكومة اتفاقية السلام في عام 2018. ثم أحدهما نقد هذه الاتفاقية. أنا لا أريد أن أتعمق في هذا الموضوع، إنما طبعا الإشارة الواضحة أن هذه الحكومة أو حكومة المجموعة الحاكمة أو حكومة الأمر الواقع في أسمرة لم تكن صادقة عندما وقعت اتفاقية السلام، بدليل أن نحن في مقدمة من استبشر وبارك هذا عملية السلام بين إريتريا وإثيوبيا، وعقدنا مؤتمر آه، السلام داخل مبنى الأمم المتحدة، ووجهنا الدعوة لكل الشعوب، سفراء من دول القرن الأفريقي، سفير السودان، سفير جيبوتي، سفير إثيوبيا. أيضا وجهنا دعوة لسفير إريتريا، لكن إريتريا يعني قال أن لم تأتي، يعني حكومتي لم تقبل أن تشارك يعني أسفا إجاء. وأنا طبعا يوم وجدت في موقف حرج جدا لأني كنت أمثل إريتريا داخل مبنى الأمم المتحدة، لكن فلذلك أخذوها بعلاتها. فقالوا طالما منظور إريتريا هو مشترك يعني المثال القانوني أو الحضور يعني كان، وكان أيضا جاليات الجالية السودانية والجالية الإثيوبية والجيبوتي والصومالي كلهم شاركوا في هذا المؤتمر، عدد 250 شخص. وأيضا يعني أصدقاء إريتريا والقرن الأفريقي من الأوروبيين ووزارة الخارجية النمساوية ووزراء سابقين أيضا وسفراء سابقين وصحفيين شاركوا في هذا المؤتمر. إنما طبعا الحكومة يعني لم تشارك، أن كانت هنالك غالة بعضهم أن هنالك أمور كثيرة لم تتضح حتى الآن. يعني بعد سنة من التوغيل هم كانوا يبحثون على أساس لا أدري ماذا كانوا يبحثون، إنما لم يشاركوا. إذا اليوم آه سأختصر هذه الحلقة. قدمت في خلال هذه الفترة طبعا حوالي، أو قدمنا في قناة القرن الأفريقي منذ تأسيسها، وهي طبعا توأم يعني متابعة لقناة لوكالة أنباء القرن الأفريقي. قدمنا أكثر من 840 برنامج أو حلقات مختلفة جدا، غطينا كل الدول وأجرينا لقاءات مع وزراء وسفراء في منطقة القرن الأفريقي ومع إعلاميين وكتاب أيضا ومعارضين ومؤيدين للحكومة. كل الناس كانت يعني تعبر عن رأيها في هذا الكلام. إنما الطريق في الأمر عندما بعد الأخوة اعتذروا عن التعامل معنا، لأن هم طبعا ليس يعني آه، خوفا من أحد، إنما طبعا موقفهم حتى بعدين قالوا نحن نؤيد الحكومة الإريترية، وأي موضوع يتعارض يعني يعارض هذه الحكومة لا نقبله. فلذلك يعني كل من سلك طريقه، وبقينا الناس الذين اقتنعوا بهذه الوكالة لا زالوا يواصلون عملهم، لكن باختلاف طبعا. مجلس الإدارة في تلك الفترة كان يظهر بكل أسمائه وكان يشارك أيضا في الجد. الآن بعد الانسحاب طبعا وقعنا في مشكلة، اللي هو بعد الذين يعملون معنا أو يؤيدون هذه الوكالة أو يعملون من الخلف أيضا في هذه الوكالة يحملون جوازات سفر إليكية. فلذلك نتحفظ في ذكر أسمائهم ولم يظهروا في الشاشة، إنما طبعا
يؤازرون هذه الوكالة ويقومون بواجبهم. وقبل 6 أشهر مجلس الإدارة طبعا المتبقي قرر أن ينتخب الأستاذ الإعلامي الإريتري المعروف كرار هيابي في الولايات المتحدة الأمريكية كمدير تنفيذي لهذه الوكالة. وأنا طبعا نظرت وسلمنا الأمانة للزميل كرار هيابي ومعه فريق من الإريتريين الذين لا يظهرون الآن في الشاشة إنما يتعاونون معنا بطرق مختلفة. اليوم أقدم هذا البرنامج طبعا أولا كان بإمكاني أن أقول في نفس الوقت يعني استسلم وأقول خلاص انتهى الموضوع ونتوقف كما أرادت الحكومة، وذلك بدءا من عام 2020. هذه الحملة استمرت 5 سنوات ولم تتوقف إلى يوم، لكن أثبتنا بجدارة بأن هذه القناة لم تتوقف. وكالة أنباء الأفريقي لا يمكن أن تتوقف، بدليل أن هؤلاء الذين يعني شاركوا ما يسمى بسبسكرايب يعني مشاركين معنا في هذه القناة عدد 24 ألف مشارك، لم ينسحب منهم أحد. وأقولها بكل صراحة هؤلاء طبعا كلهم من الذين يؤيدون الأغلبية العظمى فيهم من المؤيدين للحكومة، لأنهم وجدوا أن الإجحاف الذي وقع والظلم الذي وقع على هذه الوكالة أن جعلهم يصمدون في عضويتهم، بل أيضا يتواصلون معنا بطرق مختلفة أيضا. لذلك يعني من يختفي لأسباب كثيرة جدا اجتماعية أو يعني له مصلحة معينة يسافر إليك وما إلى ذلك، نحن نعذر هؤلاء الناس للمشاركة. لذلك أنا طبعا الآن بعد أكثر من 36 عاما وأنا أعمل في مجال الإعلام وأعبر عن رأيي بصراحة، لا أريد أن أقول بأنني أريد أن أتوقف أو أنسحب، إنما طبعا فكرت في الوقت الذي يعني أحتاجه لتقديم برامج كذا وتنقل الأفريقي وكتابة مقالات أيضا في الفيسبوك. أنا طبعا لا يعني في هذا الأمر يعني لا أستطيع أنا لست ملزم ولا لست موظف، إنما طبعا أقدم كل ما أقدمه طوعا. لذلك فكرت في إنه أنا يعني ومن معي من الاصدقاء إمكانياتنا المتواضعة طبعا وقوتنا كانت في الإعلام المكتوب. قسنا في قناة وكالة أنباء القرن الأفريقي أكثر من مجلة وصوت إريتريا، وأيضا قسنا هورن أوف أفريقيا جريدة القرن الأفريقي ومجلة العودة ومجلة سرايد ومجلة الإغاثة. كل هذه المجلات كانت تسير تحت مظلة مسؤولية قناة القرن الأفريقي. الآن طبعا يعني لأسباب فنية تزامن طبعا يعني عملي أنا في السلك الدبلوماسي الإريتري، وقبلها طبعا كنت أدير مدير تحرير صوت إريتري حتى لا تتضارب الأمور. وإريتري طبعا دخلت عندما سمح بفترة معينة جدا في فترة في عام 2000 إلى 2001 سمح للإعلام الخاص أن بدأت يعني عدة جرائد تصدر من داخل إريتريا ومن الخارج أيضا تدخل. من ضمنها طبعا حصلنا على تصريح لإرسال أيضا إدخال صوت إريتريا في داخل إريتريا. كانت بعد ما ألقي هذا القرار طبعا ومنع بقرار حكومي منع كل الجرائد الخاصة. آه، لا أستطيع أنا أن أتحدى الآن يا أما أترك العمل مباشرة بعد التحاق الشيء في عام 2002 طبعا حدثت الاعتقالات وما إلى ذلك، إنما توقفت صوت إريتريا لهذه الأسباب من عام 2002 إلى يومنا هذا. لكن طبعا واصلت كتاباتي عبر الفيسبوك، انتقلنا من الإعلام المكتوب إلى الإعلام الإلكتروني، فكنت أواصل وأعبر عن رأيي أيضا لم يتوقف. فلذلك النسخة القديمة صوت إريتريا الآن طبعا تفاكرنا مع بعض الأصدقاء وكتبت حول هذا الموضوع لإعادة صوت إريتريا يعني في نسختها الإلكترونية الآن. آه، ستعود خلال الأسبوعين القادمين. هذا الإعلان الذي جعلني الآن أقدم هذه الحلقة. وأنا
أعتذر مؤقتا طبعا لأسباب صحية أيضا، سوف لن أتمكن من مواصلة تقديم البرامج عبر قناة القرن الأفريقي، لكن سأتفرغ للكتابة. وهذا الكتابة أيضا ليست يعني بشكل يومي، إنما طبعاً كل أسبوع سنحاول أن نعد ملفات في صوت إلكترونية إلكترونيا، ويمكن المشاهدين أن يتابعوا هذه الصفحة. فننشر عنوان الصفحة التي ستنشر فيها هذه الصحيفة. هذا بالنسبة يعني ما جعلني اليوم أتحدث إلى المشاهدين، حتى لا يفسروا الموضوع بأنني انسحبت أو توقفت عن العمل أو هنالك فرصة جديدة. هذا ليس، إنما طبعا لأسباب صحية سأتوقف عن تقديم البرامج، لأن طبعا هي تحتاج إلى تحضير وإلى يعني اتصالات وإلى كثير من الأمور. لكن سأترك مجال تقديم البرامج لزميلنا كرار دياب والآخرين أيضا الذين معه في المستقبل. الآن قبل أن أختم هذه الحلقة، طبعا هناك كثير من الناس يشتغلوا ماذا سنقدم في صوت أريتريا، وماذا الذي سنأتي به، ما هو الجديد الذي سينشر في هذه الفكرة. نعم هنالك كثير من. أولا سنستعين بأرشيف صوت أريتريا ليتعرف الناس ماذا كنا نكتب وماذا كنا نتوقع. كل ما نشاهده الآن على الأرض يعني حتى يتأكد طبعا أننا تنبأنا به ليس اليوم، إنما في عام 1971 طبعا إحنا أول من اعترض انقسام قوات التحرير الشعبية وتأسيس قوة خاصة في المرتفعات برئاسة أكوركم، وتجنيد يعني سكان المرتفعات أو لنقل المسيحيين. كل ذلك طبعا إحنا في وقتها عارضنا، لكن بعدها طبعا قادت كل هذه الاجتهادات إلى حرب أهلية بدأت من عام 1972 ل 74. وكل الذين يعني حملوا هذا الفكر ووافقوا على فكر تحصيل قوات التحرير الشعبي وأيدوا برنامج نحن وأهدافنا، كلهم يعني بعدهم معظمهم استشهد في الحرب الأهلية. بعدهم الآن ترك طبعا الساحة وأنا يعني. لذلك الآن سأختم هذه الحلقة حتى لا تطول. أنا سعيد غاية السعادة عندما رأيت مشروع ما أطلق عليه تحت عنوان سندو التحالف مع التجراي. هذا ليس جديد. أجندة نحن وأهدافنا كلها يعني كانت تعمل بخفاء وبأسلوب يعني منهج التحذير والعمل كله. لم ينادوا هم من أجل تحرير إريتريا، إنما كانوا ينادوا من أجل تأسيس دولة تجراي الكبرى. وهذا تطلب أولا كيف تقصي الآخر. الساحة الآن كما يقولون هم وكما يشاهد أيضا في برامجهم، ما يعتقدوا أن خلت الساحة الآن ويستطيع أن يفعل ما يشاء. ليس هذا الحال. لذلك نحن نوجه هذا الحقائق في سفرية كتابة. وأرجو يعني أن كثيرين من الزملاء الآن كتبوا واستبشروا يعني الإعلان الذي نشرناه في الفيسبوك بأن سفرية ستعود إلى قضائها قريبا. سنشرح كل هذه القضايا طبعا، أين أتت هذه المحاضرة، من الذي دعمها، وكيف يعني الذين الأقلية القليلة أيضا الذين انحرفوا وحاربوا أيضا لغتهم ودينهم وهم مسلمين. بعضهم الآن يقضع في السجن وبعضهم استشهد وبعضهم ترك الساحة ويعيش في الشباب. إذا الآن ما أنا أفتكر لما أقول أنا سعيد طبعا بعض الناس كانوا يفتكروا ونحن نحول ونتعامل بحساسية مع بعض القضايا مع المسيحيين والترتيب الاجتماعي المعين جدا ونشيطن الآخرين لأننا مصابين بعقد نفسية وما إلى ذلك. كل ذلك كان يقال، لكن الآن ظهر هذا الإعلام وهذا التسويق الذي نراه الآن، فتح الحدود بين أبناء العمومة، وكل منهم يتصرف وكأن الشعب الإريتري يعني ما موجود في إريتريا، ما موجود. الآن الحديث فقط يعني مركز. الطغمة الحاكمة في أسمرة تتحدث فقط الآن عن التحالف، عن شندو وفي شعب واحد وفي ثقافتنا واحدة وخيلان يعني الناس اللي كانت محرومة
تتقابل وتشتغل مع بعض يعني هذا ليس الشعب الأجنبي. الشعب الأجنبي يتكون من 9 قوميات، وهنالك يعني عدد مقدر لا يقل من 65% مسلمين أيضا موجودين في هذا البلد، حملوا السلاح وحرروا البلد. الآن مغيبين يعني بقوة حديد النار. وحتى هؤلاء الذين حملوا السلاح في الجبهة الشعبية ليس كلهم موافقين. يعني في الأيام القليلة الماضية هنالك برامج الآن شاهد الناطقين باللغة التجريبية الآن كلهم اتصلوا بأقربائهم بإخوانهم داخل إريتريا، وقالوا اتصلنا بأقربائنا وأهلنا في داخل إريتريا، قالوا لا يقبلون بما هذا يعني بما يسمى بالسمجة، وليس هم طرفين إنما خائفين حتى يعبروا عن رأيهم. لا، الأغلبية العظمى التي تعارض هذا، مش ليس أنا وليس أنا كالفرد. فلذلك طبعا أنا يعني كثير من الناس حتى لا يستغربوا. يعني أنا لا أحذر لأنه لا أملك القوة حتى أحذر. أنا لست يعني منتمي لأي تنظيم، لا معارضة ولا حزب سياسي. أنا يعني بإمكانياتي المتواضعة كإعلامي أعبر عن رأيي وأقول ما أتوقعه. لا يمكن الآن أن الناس يعني بسبب هذه الهتافات تحمل السلاح في سبيل تقتل بعدها البعض في إريتريا على أساس هذا مقصد بالنسبة للجبهة. هم يريدون يعني استدراج الناس وتحويل هذه المعركة إلى معركة طائفية، المسلمين يحملوا السلاح ضد المسلمين. هذا الهدف الذي كما فعل هيل سلاسة طبعا، وجعل المسيحيين يحملون السلاح ضد إخوانهم في الثورة الإفريقية المسلمين. الآن يريد أن يعيد الكرة، لكن هذا لا يحدث. طبعا هذا يعني قرار يعني مفلس، قرار يتحدى ليس الحكومة الإثيوبية إنما المجتمع الدولي. هناك في قانون دولي صدق. إثيوبيا بأقاليمها 6 أو 8 طبعا هي دولة ذات السيادة. الآن عندما توقع مع إقليم معين اتفاقية على أسس طائفي، على أسس تقول هذول لغتنا واحدة وديننا واحد وكل حاجة، بينما إثيوبيا أيضا هنالك قوميات كثيرة مسلمين ومسيحيين، الأغلبية مسلمين طبعا، ما تستفز مشاعر المسلمين في إريتريا إنما قاعد تستفز أيضا مشاعر المسلمين في إثيوبيا. عندما تفتح الحدود ويقول بالصراحة بدأت العمل التجاري المشترك. العمل التجاري لا يتحدد في إقليم، إنما الحكومة المركزية هي التي تحدد مثلا مع من تتعامل وكيف يتم التعاون. هناك وزارة التجارة موجودة في أديس أبابا، يعني هي تتحدث باسم كل الشعب الإريتري، والإقليم طبعا يتم تغذيته من الحكومة المركزية، ميزانيته من الحكومة المركزية، تعليماته من الحكومة المركزية. لا يمكن يعني دبريسيون أو الآخر يذهب إلى إريتريا ويعمل تحالفات أصلية. هذا طبعا يعني هو يستفز على أساس يعني لتفجير معركة وحرب جديدة ضد إثيوبيا. أنا لا أريد أن أفسر أكثر من ذلك، لكن ما أريد أن أقوله بعد 54 عاما من المسرحيات اللي كنا نشاهدها، شعب واحد بقلب واحد وحدة وطنية، والجبهة الشعبية هي يعني حامية السيادة الوطنية، كل ذلك عادوا إلى جذورهم. مؤسسة الحمل السلاح من أجل هذا الهدف وليس من أجل إريتريا، من أجل مثلا يعني قيام يعني تأسيس دولة تجراي الكبرى، مقرها طبعا يعني مطروح للنقاش الآن، تكون في تجراي أو تكون في إريتريا. كثيرين من الإريتريين وعلى رأسهم أفورقي يحلم أنه هو يكون ملك لهذه الدولة في المستقبل وينفصل يعني. لكن هو لا يملك إريتريا، لا يملك قرار الشعب الإريتري، لأن الشعب الإريتري لم يستشار ولم ينتخب أحد حتى يتحدث ويتحالف باسمه، يدخل في حرب باسم الشعب. لكن الحقيقة المرة بأن هذا مشروع فاشل، ليس يعني كرها للسلام كما يقولون، لازم نتحد من أجل السلام. مع أي سلام هذا الذي يتحدثون؟ كلام إثنيتين، أبناء عموما إثنية تجراي وإثنية الناطقين باللغة التجريبية من أقاليم محددة جدا وليس كلها. حماسين وأكثر بجاي وسرايا ليس هي ملك
للناطقين بالتبريد. هناك تسكن قبائل كثيرة جدا موجودة حتى في أسمر أساسا. انظر إلى أسمر والسكان، ليس مثل أبناء حماسين. كل الأقاليم الإريترية الستة أو السبعة أو الثمانية كلها يعني الآن كلها هاجرت إلى أسمر ولها مصالح وتعين أيضا، وأبنائهم ولدوا فيها. باختصار شديد، إن أنا لا أنسحب ولا أتوقف، إنما طبعا الظروف هذه حتمت عليه، لأن عامل الزمن أصبح ضاغط، لأن هنالك عدد كبير جدا من المعلومات التي لم تنشرح إلى يومنا هذا. سأتفرغ وسأنشرها باللغة العربية فقط، فلا مستعد أن أترجم ولا مستعد أن أجيب على أسئلة الناس الذين، لأنهم يريدون كله، حتى المعارضين الذين يدعون بأنهم طبعا يريدون أن يقلبوا هذا النظام، لكن استراتيجيتهم وسياستهم لا تختلف من حيث المبدأ. هم يريدون، هم كانوا سبقوا الجبهة الشعبية طبعا في فترة الخلاف، سبقوا واتحدوا مع تجربة. الآن التنافس طبعا بين القوميات هذه الناطقين بالتجربة هو حول من يسبق بالتحالف مع تجربة وليس كرهم. هذه القضية لا تعني، ولا تعني الشعب الإيجابي، وأقولها بكل صراحة، ولا تعني المسلمين. قضية يعني خلافات بينية بين أسرة واحدة، كيف يحلوها؟ يعني يتقاتلوا، يتحدوا، يعملوا. إنما أنا أنصحهم، من يريد أن يتحد مع تركيا فليذهب إلى تركيا، لأن إريتريا ليس ملك الله، ولا يمكن أن يقبل الشعب الإريتري هذا النزاع بلاطا. لهذا يعني رجاء من يريد أن يتابع المعلومات التاريخية وليس من الأرشيف، مجلات اللي كانت تصدر في عهد جبهة التحرير الإنجليزية بعد الاستقلال أيضا باللغة العربية، الأمر كتب، عدد كبير جدا من الكتب. حتى الجيل الجديد بدأ يؤلف أيضا معلومات. طبعا كل هذه المعلومات الجيل الجديد لم تصل، ومهمتنا حتكون تقتصر أيضا في إيصال هذه المعلومات. وأنا أشهد كثير من الزملاء الذين الآن يهتمون بهذه الثقافة وبالكتابة باللغة العربية أيضا موجودين منتشرين حول العالم كله، لا أحد من منطقة من الأخرى. فالآن يعني هذا الإحساس طبعا، أنا أفتكر أن الثقافة العربية يعني سودت. الناس الآن ما يعني تخاف عشان تمارس، ما في كتب. كل هذا يجرد نشرة أو نشرتين يعني مترجمة من اللغة التونسية، هي ليست عملية اللغة، إنما ما ينشر بهذه اللغة سواء بالألماني بالإنجليزي، هو يعني كله متشابه. الآن كل الإعلام سواء كان بالتجري بالعربي في أسمر مركز على الصندوق. لا، ما لا يهم. وهي ليست خدمة للوحدة الوطنية، إنما طبعا لتشتيت أفكار الناس في داخل إريتريا وفي الخارج. بهذا أختم هذه الحلقة قصيرة جدا، والهدف منها كان لتبليغ المشاهدين على الفن الأكيد أن صوت إريتريا ستعود إلى أضواءها قريبا. وحتى ألقاكم في مواضيع كثيرة جدا سنكتبها مرة في الأسبوع، سيكون ملفات يعني مهمة جدا في صوت إريتريا، وستصدر كتابة آه، من ألمانيا. وحتى ألقاكم في برامج أخرى إن شاء الله. فأستودعكم الله أنا الزملاء فريق البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.